مباريات دوري الأبطال. اليوم هو الثلاثاء، اليوم الأول. اليوم هي لعبة ريال مدريد، المباراة الأهم. ريال مدريد نابولي، المباراة المهمة. كثير من الجمهور ينتظر هذه المباراة لسبب نابولي عدى مستوى موسمين تمام، يمتلك النجوم، يمتلك السرعة، عدة شعبية تمام. آخر سنتين نابولي ما كانت عنده جمهور قوي، بسبب عدة جمهور الناس بدأت تشوف أداء حلو، مستويات جيدة، لاعبين بدأوا يبدعون. ريال مدريد يمر بأسوأ حالاته بعد إصابات كثيرة بالدفاع، إصابة ماريتاو، إصابة ديفيد ألابا. فريق ريال مدريد ليس حاله تمام. اليوم مباراتهم راح يكونون شبه تايهين بالملعب، وأنا أتوقع يعني ليس برشلوني تحسبونها علي، لكن الواقعية، وحتى من سنة مدريد يقولك راح يخسروا هواي. فأنا أتخيل اليوم خسارة ريال مدريد 3-0 من نادي نابولي، وراح تكون بداية مشاكل لريال مدريد. ريال مدريد يعبر ويروح أوروبا ويبعد بأوروبا، دوري أبطال أوروبي، لكن ليش هذا الفريق المنافس؟ ولا أموره تمام، ماشي بالدوري، متصدر الدوري. بس شفناه من وجه أتلتيكو مدريد، ما كان ذاك الفريق المرعب، وكان فريق عادي. أكل 3 أجوال يعني. فما أعتقد الريال راح يبدي مباراة جيدة أو حتى التعادل. فأنا أشوفها ما راح يأتي اليوم خسارة وبنتيجة كبيرة.